الموحدون، الدروز، أصلهم ودينهم. الكاتب الدكتور مهدي كاكائي. لمعرفة الأصل العراقي للموحدين، قام عالم الاجتماع والمؤرخ والباحث في جامعة حيفا الإسرائيلية البروفيسور عوز الموج والدكتور الحايك بإجراء بحث عن هذا الموضوع باستخدام البصمة الوراثية DNA للموحدين. لقد تم نشر بحثهما في المجلة العلمية Scientific Reports الصادرة عن مجموعة المجلة العلمية البريطانية Nature، التي هي أرقى مجلة علمية إلى جانب مجلة Science الأمريكية. في دراستهما توصل هذان الباحثان إلى أن الموطن الأصلي للموحدين هو المنطقة الممتدة بين سلسلة جبال زاغروس وجبل أرارات. هذه المنطقة التي يحددها هذان العالمان هي كردستان. هذا البحث الوراثي يؤكد على أن الموحدين هم من أصل كردي، بالإضافة إلى ما توصل إليه الباحثان فأن عادات وتقاليد الموحدين والمظهر الخارجي لهم واختيارهم مناطق جبلية للسكن فيها على غرار المناطق الجبلية الكردستانية هي دلائل أخرى تشير بوضوح إلى الأصل الكردي للموحدين. كما أن احتفاظ الموحدين بدينهم الكردي إلى الوقت الحاضر هو دليل آخر على كردية الموحدين، حيث أن دين الموحدين مشابه للدين اليارساني. كما يذكر الأستاذ محمد أمين غالب الطويل أن الموحدين هم إخوة الآرويين العلويين حسبا ونسبا. المرجع: محمد أمين غالب الطويل باللاذقية. تاريخ العلويين، مطبعة الترقي، اللاذقية، سوريا، السنة 1924، صفحة 476. حيث أن الآرويين هم من اليارسانيين. المرجع: دكتور محمد علی سلطانی. بزود نوی و سرهایلدانی علی ویایکانی زاگرویس لی هایمایدان، کرماشان، کردستان، خوزستان و آذربایجان یا میجوی راوایی علی حیق یارسان. برگی یایکیم دزگای چاپ و بلاوکردنوی اعراس هایولیر هریمی کردستانی عراق 2011. هذا دليل آخر على يارسانية الموحدين. هكذا نرى أن الموحدين هم كرداً كانوا يعيشون في كردستان ويعتنقون الدين اليارساني. بسبب الاضطهاد القومي والديني، تشتت الكرد اليارسانيون وتركوا موطنهم الأصلي الذي هو مناطق سلسلة جبال زاغروس، ونزحوا إلى مناطق مختلفة من كردستان وخارجها. بمرور الوقت انسلخ معظم اليارسانيين عن دينهم وأصبحوا مسلمين. المجاميع اليارسانية التي احتفظت بدينها، كل مجموعة يارسانية التي انعزلت في كل منطقة، تبنت اسما جديدا: شبك في جنوب كردستان، وآروي علوي في شمال وغرب كردستان وسوريا، والموحدون دروز في إسرائيل وسوريا ولبنان. بالنسبة لقسم آخر منهم في جنوب كردستان، طغى اسم العشيرة على اسم الدين، فأصبحوا يسمون كاكائي. المسعودي في كتابه الذي ألفه في سنة 934 ميلادية أطلق اسم كهكاهي على جميع الكرد الساكنين في المناطق الجبلية. المرجع: المسعودي، مروج الذهب، الجزء الرابع، سنة 934 هجري. بمرور الزمن انفصلت واستقلت العشائر المؤلفة لاتحاد العشائر الكاكائية، واحتفظت كل عشيرة باسمها، مثل عشائر أردلان وغوران وباجلان وجاف وبابان وغيرها. احتفظ قسم صغير من أفراد اتحاد العشائر الكاكائية باسم اتحاد عشائرهم، والذين هم الكاكائيون الذين نراهم اليوم في جنوب كردستان، والذين احتفظوا أيضا بدينهم اليارساني. إعداد سردار رامان. مع تحيات الأستاذ علي كولو.